السلام عليكم. بكل وضوح كاين واحد الصراع اليوم قوي وكبير في هرم السلطة في الزريبة الشرقية بين تحالف تبون وشنقريحة وبين الدولة العميقة ديال توفيق مدين المتحكم الفعلي في الزريبة ديال ولاد الحرام. توفيق ما باغيش تبون ولا شنقريحة يبقاو وكيحاول بكل الطرق يفرق بيناتهم باش يطيحوا، حيت التحالف ديالهم ولا كيهدد النفوذ ديالو. من بعد ما تم تعيين الجنرال حسان في المخابرات الداخلية، تكلف بتفكيك هذا التحالف عبر خلق أزمات اجتماعية وأمنية وباستهداف شخصيات مقربة من تبون وشنقريحة، بحال كحل العفطة ديال الحاج بوثلجة والعور بن بيشة من جهة شنقريحة، وبوعلام من جهة تبون اللي هو ذراعه اليمين وأكبر سند ليه. زيد عليها هاد الأيام خرجوا بواحد الفضيحة كبيرة ديال بنت تبون سلوى، والخبر الصحيح ديال الحمل ديالها والاجهاض مع اللواء الهارب رئيس المخابرات الداخليه السابق عبد القادر حداد ناصر الجن. تبون ولا شاك بزاف في مستشاريه وكيشوف ولائهم للتوفيق ودار ثقته كامله في بوعلام، وهذا الشيء خلى اتباع التوفيق تزيد تحرك باش تطيح به وتضعف تبون. في نفس الوقت بوال الاركان شنقريحه ما بقاش كيثيق في الجنرال حسان وجاب حرس خاص من روسيا، وهذا الشيء اللي مولا مصعب المهمه ديال التوفيق. وفي حالة نجحت المهمة غادي نشوفوا بوعلام داخل السجن، وتبون ممكن يقدر يحيدوه وتبدا مرحلة انتقالية يركبوا فيها رئيس دمية آخر تابع ليهم، ومن بعد يطيحوا بشنقريحة. وإلا قدر الله بقى هذا التحالف ديال تبون وشنقريحة، التوفيق مرة أخرى ممكن يفتعل أزمة أمنية. وكما نعرفوا أن التوفيق هو مهندس العسرية السوداء، وهو يعني ممول ديال الجماعات الإرهابية اللي في الساحل والصحراء، ومن بينها الجماعة ديال جبهة البوليزاريو، كلهم تحت الأوامر ديالو. وماشي بعيد يتم الاغتيال ديال واحد فيهم بالاغتيال المعهود ديال بيكورا كما داروا مع القايد صالح. فالخلاصة هنا في الزريبة ديال ولاد الحرام أن صراع النفوذ خطير بين الكبرانات، والخاسر الأكبر هو بوصبع الازرق اللي واقف في الطابور، وكل نهار كيتزاد عندهم طابور جديد، والبلاد داخله لمرحله صعيبه ممكن تكون نسخه كربونيه من فنزويلا. وشكرا لكم.